مكرونة الضحى اللي عاملة قلق ومحدش لاقيها، أنا الحمد لله لقيتها وحققت الإنجاز الخطير ده. للناس اللي مش عارفينها، شركة الضحى منزلة مكرونة كده بتتعمل سريعة التحضير، يعني تتعمل في 7-8 دقايق كده، بالصوص بتاعها كمان جاهز في جوه الكيس. جبناها النهاردة بالثلاث أنواع بتوعهم، تعالوا نعملها وندوقها وأقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة، وده مش إعلان خالص. اول حاجة المكرونة او الباستا اللي بالصوص الاحمر او الايطاليان باستا، جواها بيبقى كيس كده كأنه توابل، بتبقى جواه البودر اللي هنعمل بيه الصوص، وطبعا بتبقى الخطوات والطريقة مكتوبة في ظهر الكيس من ورا. هنا لما فتحنا الكيس، المكرونة من جوه اللي هي مكرونة بنة اللي هي بتاعة المكرونة بالبشاميل، وده كيس البودر بتاع الصوص. اول حاجة هنسلق المكرونة في المية المغلية، وهم هنا بيبقوا كاتبين يدوبك تسلقيها 7 دقايق. انا صراحة سبتها اكتر شوية لانها كانت لسه بتشد قوي، فسبتها تقريبا 9 أو 10 دقايق. فانتي على حسب انتي بتحبي المكرونة الدرجة السوا بتاعها ايه، لان لسه هنحطها في الصوص تقريبا 5 دقايق عشان تشرب من الصوص والصوص يتقل معاها. طريقة الصوص بقى هي برضو مكتوبة على ظهر الكيس، بتضيفي مقدار المية اللي هم كاتبينه، كوباية او كوباية وربع، وبتضيفي مكونات الكيس على المية بس تكون باردة مش سخنة، عشان الباودر وانتي بتقلبيه ما يكلكعش معاكي. ده شكل البودر بتاع الصوص، هبتدي اضيفه على المية وابتدي اقلبه لحد ما يغلي. وطبعا كل الصوصات الموجودة انتي ما بتحتاجيش تضيفي لها اي حاجة، عشان كده مسمينها ايزي باستا، بيسهلوا عليكي وعلى الامهات يعني، او اي حد جعان في عشاء في اي حاجة. فمش محتاجة تضيفي لا ملح ولا فلفل ولا اي توابل، هي جاهزة بكل توابلها، مش محتاجة تضيفي اي حاجة غير المكرونة. بنضيف بقى المكرونة على الصوص اللي خلاص عملناه، ونسيبها تغلي شوية لحد ما المكرونة تشرب من الصوص، 5 دقايق 4 دقايق على حسب. حابة تخلي الصوص يشربها تماما براحتك، حابة تسيبي فيهم شوية صوص برضو براحتك، اللي يعجبك. وده تاني نوع النهاردة جبته معايا او لقيته بمعنى اصح، لانها مش عارفة ليه مش موجودة كده، يعني هما منزلينها تيست او حاجة مش عارفة صراحة، بس هي مش موجودة في كل المحلات. وتاني نوع معانا هو الالفريدو باستا، وهم هنا حاطين نفس النوع اللي هي المكرونة البنة وبرضو جواها الصوص. الصوص بتاع الالفريدو باستا بقى بنحط له لبن، لانها باستا بالصوص الابيض، فهحط نفس المقدار اللبن واضيف عليه الكيس بتاع الصوص كده، واقلبه كويس على البارد برضو، او على نار هادية خالص عشان ما يكلكعش معايا ويدوب كله في اللبن. هنبتدي نضيف المكرونة على الصوص بتاعنا ونسيبها تشرب من الصوص شوية، وخلي بالكم ان كل ما بتحطوها على النار الصوص بيتقل اكتر وبيمسك اكتر، كمان لما بتقفلي النار وتسيبيها شوية تبرد برضو الصوص بيتقل، فحاولي تسيبي فيها شوية صوص كده لما تيجي تطفي عليه. اخر نوع معايا لقيته النهارده هو المكرونه الماك تشيز. معظم الاطفال طبعا بيحبوها والكبار وكل حاجه. هنا نوع المكرونه اللي هي عامله زي المرمريه شويه صغيره خالص، طبعا مش كل الانواع بينا، كل نوع على حسب هم عاملين له نوع معين.
هنعمل الصوص بتاعنا، هنضيف برضو مقدار اللبن 1.5 كوباية او 1.25 كوباية لبن، وهبتدي برضو احط عليها محتويات الكيس اللي هنعمل منه الصوص وبنفس الطريقة. نوع الصوص ده حاولي ان انتي تسيبي فيه شوية صوص، لانها بعد ما تقفلي النار عليها سمكها بيتقل شوية كتير عن الصوصات التانية، فالنوع ده بالذات حاولي وانتي بتعمليه تسيبي المكرونة فيها شوية صوص. وكده خلصنا 3 انواع المكرونه او الايزي باستا بتاعه الضحى. تعالوا نقدمهم وكمان ندوقهم واقول لكم طعمهم عامل ازاي. دي المكرونه اللي عملناها النهارده سوا. اول نوع اللي هو المكرونه اللي بالصوص الاحمر، تاني نوع مكرونه ماك اند تشيز، تالت نوع كمان عملناه هو الالفريدو، وانا حبيت اضيف عليه شويه، لو عندك شويه اوريجانو شويه زعتر شويه ريحان، بيعمل تيست حلو قوي مع المكرونه الوايت صوص. تعالوا اقول لكم بقى على ارائنا ورأينا. انا ما سجلتش اصوات الولاد وهم بيقولوا رأيهم، بس انا هقول لكم رأيهم منتهى الامانة. بالنسبة للمكرونة الريد صوص فهي طعمها حلو قوي. الناس اللي بتحب الصلصة الحمراء هتعجبهم قوي، وتوابلها حلوة قوي. هي شبه شوية اللي هي توابل البطاطس، طعمها شبه الصلصة الجاهزة. بس في النهاية ان ذا توتال طعمها حلو. تاني نوع معانا اللي هي الماك اند تشيز، هي حلوة للناس اللي بتحب طعم الجبنة في الشيبسي والحاجات دي، يعني هي طعمها شبه الشيتوس قوي اللي بالجبنة. فلو انت بتحب او انت بتحبي او الولاد بيحبوا طعم الجبنة بتاع شيبسي بالجبنة او شيتوس بالجبنة هتعجبهم قوي. الناس اللي ما بتحبش ده مش هتعجبهم. وكمان هي بس تقيلة شوية، يعني ممكن ما تكمليش طبق، معلقتين كده وبتقفلي منها لانها تقيلة. اما تالت نوع معانا اللي هو الالفريدو، صراحة بالنسبة لي كانت احلى واحدة برضو. خفيفة ولذيذة، ما فيهاش مش تقيلة، وفي نفس الوقت الوايت صوص حلو ومظبوط وطعمه حلو. ده كان رأيي بالنسبة للثلاث انواع مكرونة. هو الكيس تقريبا يكفي شخص واحد لانه اقل من 200 جرام. كنت جايباه تقريبا ب25 جنيه، مش عارفة دلوقتي السعر اتغير ولا اصلا مش موجودة. هي تجربة حلوة ان هي سريعة، لو انتي بقى المدرسة حد جاي من الولاد عنده درس عنده حاجة عايز ياكل حاجة على السريع كده او بالليل مثلا، ممكن فكرة سريعة تحضيرها سهل يعني. بس كده ده كان رأيي النهاردة عن ايزي باستا اللي بالصوص بتاعة شركة الضحى. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم، هتوحشوني. سلام عليكم.